مسخبرة طوثانوثة مطرابوليطا مار أثناسيوس توما تسورياية أرثوذكساية جو بريطانيا برشدي ونت ملكانة تودياثا دمشيخاية وإيزيداية وصباية منداية جو بنيانة الديوان بأرشخيتا بغداد بهديروثات خكمة بارصوبة ومخوميلي تروي جيبانة بتبقتا بدء القايوتات آهم سخبرتا. طبعا نحن بين فترة وأخرى نزور بلدنا العراق. نحن وين تغربنا عن بلدنا لكن البلد ما زال فينا، يعني نجي دائما نشوف البلد، وهي الزيارة كانت مميزة الحقيقة. جيتوا إلى بغداد شفتوا إعمار وتقدم وأمان وسلام، هذا أهم شيء، وإعمار يفرح النفس. والتقينا مع سيادة دولة رئيس الوزراء وتكلمنا عن وضع العراق وعن محبتهم للمكون المسيحي الأصيل اللي هو يعتبر سكان العراق الأصليين، واعتزازا بالمسيحيين بمختلف تسمياتهم وطوائفهم وشون يقدمون خدمة وشون يعملون على إبقائهم في العراق. ويمكن التفكير بالعمل أنه كيف نرجع من الخارج من الهجرة نرجع نعود إلى بلدنا. هذا طبعا بعد مرحلة طويلة من العراق هذا، واليوم العراق يختلف، زيارتي للعراق تختلف عن الزيارات السابقة. وهذا اليوم أيضا نحن نلتقي مع السيد رامي أغاجان مدير ونعتبره وزير أوقاف شؤون المسيحية واليزية والصابئة. كان استقبال حار وعبر عن محبته وشرح لنا عن الخدمة اللي قدموها للطوائف المسيحية واليزيديين والصابئة وكل أفراد الشعب العراقي، ويعملون على ترسيخ هاي الأواصر بين المسيحيين وجميع مكونات وشعب العراق الواحد. نحن بلد يجمعنا العراق وإن كنا مقسمين، لكن هاي هي حالة، هاي مثل حديقة فيها أزهار متنوعة. فإن شاء الله يبقى العراق متألق، يبقى العراق منارة، يبقى العراق اسمه عاليا، ونجي دائما إلى بلدنا العراق ونشعر أنه نحن كأننا لم نخرج من العراق وإنما في العراق. الرب يبارككم جميعا. ومن جيبه مطيمنة طوثانوثة السياعة ديوانة ملكانة ممتلة بريشانة دكتور رامي جوزيف آغاجان لمخيطة تصبة ومقروتة زدقة تودياثا وطايبة بريشة بني عمن عراقايا عوند إلي ذيعة بأتشنايوتة مردو تنيتا وكنشيتا وآبخ قرابي طوارة شينايا وبنيانة تختايا جو عراق جو نائث ورشخيتا بغداد دي لنائث.